شويه تفاصيل هتفرق معاك كتير لو بتفكر تركب تكييف في مساحه صغيره، مثلا زي شقه صغيره او استوديو. لازم تختار التكييف المناسب لان التفاصيل هتفرق معاك كتير. كمان هنقول لك شويه نصايح تضمن بيها ان جهازك يشتغل بكفاءه اعلى. اول حاجه لازم تختار تكييف قدرته مناسبه لحجم الغرفه، يعني الغرفه لو صغيره ومفيش احمال حراريه عاليه فانت مش محتاج تكييف بقوه كبيره. تكييف 1.5 حصان هيكون كفايه جدا على مساحه من 12 ل 15 متر، والافضل طبعا يكون نوع سبليت لانه مش هياخد معاك مساحه كبيره من الاوضه، والوحده الداخليه بتكون متعلقه على الحيط. تاني حاجه في المساحات الصغيره لازم تختار مكان الوحده الداخليه كويس، حاول تخليها في مكان عالي وتكون في نص الحيط عشان تضمن توزيع الهواء بالتساوي في كل اجزاء الغرفه، وتتاكد كويس ان في مساحه كافيه حوالين الوحده عشان الصيانه، ما تحطش اي حواجز قدامها تمنع تدفق الهواء. تالت حاجه الوحده الخارجيه لازم تكون في مكان التهويه بتاعته كويسه، زي مثلا البلكونه، بس تكون متثبته كويس وبعيده عن الارض عشان التراب والرطوبه. رابع حاجه استهلاك الكهرباء، خصوصا لو تكييف هيشتغل معاك لفترات طويله، يفضل تختار تكييف بتقنيه الانفرتر عشان يوفر معاك في استهلاك الكهرباء وتحافظ على درجه حراره ثابته من غير ما الجهاز يفضل يشتغل ويقف كتير. خامس حاجه مهم جدا تهويه الغرفه من وقت للتاني، وده عشان تتجنب تراكم الرطوبه والهواء المكتوم. وفي المساحات الصغيره التهويه هتساعد معاك في تحسين جوده الهواء اللي انت بتتنفسه، وهتخلي المكان مريح ليك اكتر. لو عندك مساحه صغيره اكتب لي في الكومنتات لو عندك اي سؤال.